حدثت النقطة أن البوابة هذه قضايا أسلحة وذخائر في سيارتنا الخاصة. شيلوا فينا عند المجلس العسكري للأحداث بسيارتنا الخاصة، ومحاضرنا موجودات عندهم، ونطلب منهم في سيارة وإمكانيات لهذه البوابة. لماذا لم تقوموا بخطاب كتابي لمن يأمركم أو للآمر لكي يوفر لكم عربة أو ليوفر لكم الأسلحة والذخيرة؟ البرنامج طبعا عندهم علم كل المجلس أن تبيع المنطقة الدفاعية البيضاء، ونطالبوا رئيس الأركان بالمحتويات ونبوا سيارة وأسلحة. والبوابة هذه من 17/2 وبوابة مهمشة، ما فيش زيارات ميدانية، ما فيش أي تموين. هذا كويس يعني تموين، ما نحكوش عليه تموين ولا نبو شهرة كما قلت سابقا، لكن نبو إمكانيات للبوابة هذه. بوابة مهمشة من 17/2، أول بوابة نصبت في المنطقة الشرقية من 17/2 لحد الآن ما زرناش أي ضابط، إلا ضابط وحيد مشهود ذاتي من المنطقة الدفاعية البيضاء، مشهود ذاتي يدفع حتى الفلوس من جيبه. ملازم أول عصام إبراهيم محمد، ضابط غفر اليوم، مديرية أمن الوطني الساحل، حاليا متواجد في الغفارة متاعي، وعندنا بعض النواقص اللي نشكو منهن، لأن بالنسبة مثلا للمركوب أو الملابس أو سلاح أو ذخيرة. بالنسبة للمديرية الساحل تعاني دائما، أو المديريات بالكامل اللي هن يعاني دائما من نقص الإمكانيات، اللي هو مثلا زي حتى الدباش اللي نحن لابسينه هذا كله دباش مصري، يوعدوا فينا بدباش جديد وبذخيرة وبسلاح وبأجهزة يدوية لأجهزة لاسلكي وغيرها ما عندنا شيء. كلها أغلب الأوقات قريب نشتغلوا بسياراتنا الخاصة، في سيارات لكن الله غالب يتعطل، ما فيش بنزينة، ما فيش إيصالات مالية، ما فيش غيرها 100 حاجة ما فيش نقصتنا. والله غالب نحن شنو بنديروا، نحن ناس عسكريين ونمشوا بالأمر العسكري وضروري نتواجدوا في عملنا، لكن الدولة المفروض توفر شيء للعسكري، للرجل الأمن اللي بيحافظ على أمن البلاد، ورجل الأمن هو الواجهة بتاع البلاد. إذا كان رجل الأمن هو بروحه يعيط ويقول نبي دي ناقصتني 100 حاجة، معناها المواطن اللي عندي ما عادش نلموا عليه في شيء. إذا كان شخص مثلا مرتكب جريمة، حاليا قاعدين تو في سطو مسلح على القهاوي وعلى الاستراحات وغيرها، ويبلغون المواطنين وما نقدرش نتحركوا، نقعدوا متكتفين. ليش متكتفين؟ من نقص الامكانيات اللي عندنا، ما عندناش امكانيات. الله غالب شنو بنديروا نحن؟ نضطروا انه واحدة اثنين يا نأجروا في سيارات، يا كلم فلان، يا بالشكل هذا. فالله غالب نحن ما عندنا ما نديروا، نحن نمسكوا عملنا هنا، قدرنا حاجة نديروها بالامكانيات اللي عندنا متوفرة عندنا نديروها، ما قدرنا عليها قلنا الله غالب علينا، ما عندناش ما نديروا، ما عندناش ما نديروا، ما عندناش ما نديروا، ما عندناش ما نديروا. السادة المشاهدين الكرام، رجعنا لكم من جديد، والسؤال في نهاية وفي عجالة للعقيد جد الله، وراو في اتصالات ما بيناش ناخذوها باش نقدروا نكملوا الحلقة. العقيد جد الله مبروك خميس، مدير أمن الساحل، الإمكانيات نقص في الإمكانيات، نقص في يعني كل من يتحدث من رجال الأمن يقول إمكانيات. في عجالة يا ريت الإمكانيات الجديدة اللي جت للمديرية، وهل في ميزانية قريبة لتوفير السلاح وتوفير، وهذه النقطة اللي هي مع الجيش والأمن اللي توا شفناها في منطقة شهداء زاوية العرقوب، اللي قالوها لنا بصريح العبارة أن هم حتى الإعاشة بتاعتهم المكان اللي يأكلوا فيه تضامنا مع رجال الأمن الوطني لمنطقة الساحل.